خليني أسألك بصراحة، كم مرة بكيتي ومش عارفة السبب؟ كم مرة انفعلتي وبعدها ندمتي؟ كم مرة خبيتي مشاعرك عشان الناس ما يقولوش عليكي حساسة؟ أو حتى كنت بتضحكي وانت من جواكي مكسورة؟ كل ده مش لأنك ضعيفة، بس لأن محدش علمنا ازاي نتعامل مع المشاعر، ازاي نتعامل مع مشاعرنا كويس. بالرغم من اننا اتعلمنا نذاكر ونتفوق ونبين اننا كويسين، بس للأسف ما تعلمناش نتعامل مع اللي جوانا. طيب، نيجي بقى للذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم المشاعر، التعبير عنها بشكل مناسب، التحكم فيها. مش فهم مشاعرنا بس، لا، كمان فهم مشاعر الآخرين. يعني ببساطة مشاعرك ما تتحكمش فيكي، انت اللي تبقي قادرة تشوفيها وتفهميها وتوجهيها صح. طيب، ايه الأسباب اللي بتخلينا نفتقد للذكاء العاطفي؟ أول حاجة، التربية اللي بتكبت المشاعر. يعني اسكتي، ما تعيطيش، عيب تعصبي، ما تدلعيش. كل ده بيخلي البنت تكبر وهي مش عارفة تعبر ولا تفهم نفسها. اتنين، الخوف من الحكم. طب هيبصوا ليا ازاي دلوقتي لو قلت لا؟ هتبقى الناس شايفانا ضعيفة، فبنلبس قناع طول الوقت ونسيب نفسنا تنكسر جوانا. تلاتة، قلة الوعي بالمشاعر نفسها. اوقات كتير البنت بتحس احساس غريب بس مش عارفة تسميه، هل ده قلق، غضب، خيبة، خوف؟ للأسف مش عارفة تقرر. طيب، علم النفس بيقول إن الذكاء العاطفي من أهم أسباب النجاح في الحياة، مش الذكاء الدراسي ولا الجمال ولا المهارات. في دراسة شهيرة لدانيال جولمان، رائد مفهوم الذكاء العاطفي، بيقول إن الذكاء العاطفي مسؤول عن أكتر من 80% من نجاح الشخص في حياته الشخصية والعملية. يعني اللي بيعرف يتعامل مع مشاعره بيقدر يواجه الحياة بوعي وثبات وكرامة. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ونفسك دي من الناس اللي لها حق ولها قيمة ولها حدود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، وكررها أكثر من مرة، لأن الغضب لو ما تفهمش وتسيطر عليه كويس ممكن للأسف يفسد كل شيء. فمن الضروري جدا التحكم في المشاعر، وده مش ضعف، دي عبادة وارتقاء. طيب، ازاي نقدر نطور الذكاء العاطفي؟ اول حاجة، اعترفي بمشاعرك بصوت واضح لنفسك. قولي: انا دلوقتي حاسة بالغيرة، حاسة بالزعل او التوتر. مجرد ان انت تحددي وتسمي الشعور لنفسك، ده اول وسيلة من وسائل الراحة والشعور بالذكاء العاطفي. اتنين، اسألي نفسك ليه. يعني ايه هو السبب الحقيقي؟ مثلا انا اتعصبت دلوقتي او خدت موقف بسبب موقف حصل دلوقتي، ولا حاجة لها علاقة بموقف قديم ودي تراكم او مترتب عليه او كده. فكل ما بتفهمي السبب كل ما الألم بيقل. 3، افصلي بين الإحساس ورد الفعل. ودي على فكرة نصيحة في الحياة عامة، دايما خدي مسافة، ما ترديش على اي حاجة على طول، ما تاخديش موقف على طول، حطي مساحة، خدي نفس، ما ترديش على طول. ده بيخليكي تفكري اكتر، تدركي الموقف بشكل صحيح عشان ما تعمليش حاجة تندمي عليها مؤخرا. تمام. 4، نتدرب على الرفض المحترم. لو في حاجة هتحسسني بالذنب او في حاجة مش هتخليني مرتاحة، بلاش اوافق عشان مجرد اللي قدامي يكون هو مرتاح او انا محروجة منه او كده. لا، نتعلم نقول لا بلطف من غير شرح كتير ومن غير شعور بالذنب. 5، اختاري دايرة قريبة منك تحترم مشاعرك. مش كل الناس بينفعوا ان هم يسمعوا ضعفك او يسمعوا قلة حيلتك. لا، اختاري قلب يعرف يحتويكي بجد، مش يحكم عليكي. في النهاية اقدر اقولك ان الذكاء العاطفي مش رفاهية ولا مجرد كلام كتب تنمية بشرية، هو فن فعلا. انك تحب نفسك بصدق وتسمعيها وتسنديها لما تقع وتحضنيها لما تتوجع، لانك لو ما عملتش كده لنفسك صعب تلاقي حد يعملك ده. وهنا في أنس مش جايين نعلمك تعيشي من غير مشاعر، احنا جايين نعلمك تعيشي معاها بسلام. وافتكري دايما ان الأنس الحقيقي في القرب من الله.